ازاي فعلا ممكن تبدا تعمل فلوس اونلاين. انا عايز اقول لك على حاجه، اوكي؟ لان انا عارف، انا واثق انك كده كده دخلت على الفيديو ده، فخلاص بقى انت زيك زي حد تاني. شفنا 100,000 فيديو ليه علاقه بانك ازاي تعمل مش عارف ايه بالذكاء الاصطناعي شات جي بي تي يعني. شفنا حاجات ليها علاقه بالتداول، شفنا حاجات ليها علاقه بالدروب شيبينج، اللي مش عارف ايه، بلا بلا بلا، يعمل كذا خلي كذا، اتعلم مهاره، هاي انكم سكيل. شفنا كل الحاجات دي، اوكي؟ بل في ناس بتنزل فيديوز اونلاين، هو ده محتواها اصلا، هو انت ازاي تبدا تعمل فلوس اونلاين، ده محتواهم اصلا، تمام؟ انا مش حابب ابقى من الناس دي. انا حابب ان انا الفيديوز بتاعتي اللي ان شاء الله هتنزل الفتره الجايه تبقى مراجع يعني. ده الفيديو الوحيد والاخير على الاقل خالص في الفتره دي اللي هينزل بحاجه ليها علاقه بالفلوس الاونلاين لو انت لسه على الزيرو. لان انا كده كده معايا تشانل له علاقه بالبيزنس، فانت ممكن تبص عليها، هسيبها لك يا سيدي في الديسكربشن، تمام؟ دي ممكن تبص عليها، بس الشانل دي ادفانسد شويه، الموضوع مش يعني سنه شويه يعني ادفانسد، مش لاي حد يعني، اوكي؟ مش حد لسه على الزيرو مش عارف يبدا ايه، لا لازم تكون انت عارف انت هتبدا ايه وبدات فيه وجربت وغلطت واتعلمت، ساعتها ممكن تبدا تتفرج على الشانل، هتتعلم كل حاجه. ركز معايا. فده اخر فيديو هنزله ليه علاقه باي حاجه تخص الفلوس الاونلاين خالص. الفيديو ده مش لاي حد عنده بيزنس اونلاين، مفيش حد يستنى مني ان انا لو في حد مثلا بيشوفني انا في الفيديوز في الشانل التانية فيفتكر ان انا هنزل حاجه تانية قريبه منها. لا، مفيش اي حاجه هتنزل جديده. كل الحاجات اللي انا احكي فيها دي للناس اللي هي على الزيرو اصلا، تمام؟ ركز معايا. في مهارات بتبقى عندك انت تعرف تستخدمها في شغل اونلاين وانت مش واخد بالك. يعني إيه الكلام ده؟ مثلا انا عندي ميزه في ان انا بعرف اشرح، اوكي؟ فانا استخدمت الميزات دي في ان انا اطلع ادي كورسات في ماس 1 فتره من فترات، اوكي؟ في الهندسه اخدت نفس الحاجات دي في ان انا اشتغل في حاجات ليها علاقه بالسيلز ذات نفسها. فدي مهارات ليها علاقه بالاقناع، فدي حاجه انا ممكن استخدمها. فانا عندي مهارات في الاقناع، عندي مهارات في التيتشنج في ان انا اشرح، وعندي مهاره في ان انا بعرف اتكلم قدام الناس. فالميكس ده على بعضه اهلني ان انا اطلع ابقى يوتيوبر، ان انا اطلع ابقى شغال في السيلز، ان انا اطلع ابقى مثلا بعرف اتكلم قصاد ناس كتير ان هم ازاي يطوروا مثلا من البيزنس بتاعهم، اي حاجه من الحاجات دي يعني. فالمهارات دي، مجموعه المهارات دي ذات نفسها اهلتني لحاجه زي كده، تمام؟ فانت ممكن يكون عندك مهارات معينه انت لسه ما عرفتهاش، بس لغايه دلوقتي انت ممكن تفكر نفسك انك انت فاشل، انك فاشل دراسيا. انا جايب 69%، تمام؟ يعني اعطيتها الوضع لا باظ. فانت بتكلم حد جايب 69%، بس انا بالنسبه لي الموضوع مش فكره في المية، الموضوع فكره فلوس، تمام؟ فانا هعلمك دلوقتي ازاي تبدا فعلا تعمل فلوس، ده رقم واحد، تمام؟ فانا بقول لك ان انت في مهارات معينه انت ممكن تجمعها مع بعض تخليك تشتغل في اي مهاره. ايه مثلا المهاره دي؟ ممكن تبقى انت مثلا كويس في الجيم او انت جسمك حلو فتبدا تقدم اونلاين كوتشنج. اه. ممكن تبقى انت بتعرف تشرح فتدي دروس، او انت كنت شاطر في الدراسه طب ما تدي دروس، فاهم؟ ممكن تبقى انت شاطر في الجامعه بتاعتك فانت ممكن تدي شرح في ماده معينه. ممكن تبقى انت مثلا عديت بمراحل كتير قوي وبتجارب كتير قوي في حياتك تاهلك انك تبقى شغال في انك كونسلتيشن، تخش مكالمه مثلا مع حد، تخش المكالمه دي بس مثلا بحوالي ممكن 400 500 في الساعه، اي حاجه من الحاجات دي يعني. بجد يعني انا اشتغل 12، لا انا بكلمك في الساعه الواحده يعني انك تتريجر ساعه واحده بس في اليوم، ده تعمل شغلانه يعني، تمام؟ فدي حاجه، فدي مجموعه من المهارات ذات نفسها. طيب انا يا مهاب دلوقتي ما اعرفش ما اعرفش ايه المهاره بتاعتي اللي انا ممكن اتخصص فيها. اتعلم مهاره اونلاين، مهاره هاي انكم سكيل. ايه المهارات الهاي انكم سكيل دي؟ المهارات ثانيه بس، المهارات دي اللي هي من الاخر كده اللي بتساعدك انك تعمل فلوس اكتر. المشكله بقى في حاجه، احنا قعدنا فتره من فترات قعدنا نسمع ان حاسبات هي المستقبل، لان هي فيها كودينج وفيها فلوس البرمجه ومش عارف ايه، اوكي؟ كام واحد كمل في حاسبات؟ كام واحد خريج حاسبات وبيشتغل؟ كام واحد شاطر في حاسبات؟ كام واحد فعلا بيعرف يعمل تطبيق كويس جدا؟ هي الفكره في كده. ليه؟ عشان اغلب الناس اللي بتتشتت باي موضوع او باي كارير بيقولوا خلاص ده كارير اللي فيه فلوس تعال نخش فيه، على اساس الفلوس بتيجي بسرعه. الفلوس ما بتجيش بسرعه، خصوصا لو انت بتتكلم في هاي انكم سكيل، يعني انت بتتكلم في سكيل فيها فلوس كتيره يعني، تمام؟ المشروع مثلا من اول 1000 جنيه لحد 5000 جنيه المشروع الواحد، تمام؟ اللي انت ممكن تعمله يعني. فهي الفكره في كده. فلو في مثلا سكيلايه معينه ب 1000 جنيه هتعمل شغلها كلها ب 1000 جنيه او 500 جنيه البروجكت الواحد، مش زي سكيلايه ب 5000 جنيه، اوكي؟ وهاجي لك دلوقتي في كلام اقول لك ايه الهاي انكم سكيلز اللي انت ممكن تتعلمها يعني، تمام؟ فانت ممكن تتعلم مهاره معينه
المهاره دي افريج المهارات عامه ممكن تاخد من 4 شهور ل6 شهور، لحد ممكن توصل سنه. لو انت بتتكلم في حاجه ليها علاقه مثلا بالداتا اناليسيس او اي حاجه من الحاجات اللي هي فيها تحليل وفيها ارقام كتير، فيها نوع من انواع الصعوبه يعني. تمام. فهي الفكره في كده، وممكن بعد كده تبدا تعمل شغل. حلو الكلام. فدي رقم واحد. ايه المهارات الهاي انكم سكيل اللي انت ممكن تتعلمها؟ ممكن تتعلم على فكره جرافيك ديزايننج هاي انكم سكيل لو انت بتستخدمه صح. الجرافيك ديزاين. تمام. رقم اتنين، ممكن تشتغل في الميديا باينج. رقم ثلاثة، ممكن تشتغل في حاجه ليها علاقه بالاي اي اوتوميشن. ده مهاره قويه جدا ومطلوبه جدا، انك من الاخر كده تبدا البيزنس اونر تبدا تحول شغله ان هو يبقى اكتر بالاي اي يعني. تمام. وتاخد فلوس بقى على الحوار ده، الحوار ده برضه فيه فلوس كويسه. ممكن تشتغل في الداتا اناليسيس. اوكي، بس دي بعيده شويه، بعيده عن اغلبكم يعني. تمام. ممكن تشتغل في الاب ديفلوبمنت، انك تعمل برامج على الموبايل. البرنامج واحد ممكن يوصل بجد ل 15000 جنيه. تمام. ممكن تصمم او تعمل مواقع على شوبيفاي. متجر الكتروني انت بتعمله على شوبيفاي. هل الموضوع ده فيه فلوس؟ اه. الموضوع ده ممكن يتريجر من اول 4000 جنيه لحد 6000 جنيه للبيعه الواحده. في الاول ممكن تعمل مثلا 1000 ونص، 2000 جنيه، حاجه زي كده يعني. تمام. فدي اغلب تقريبا اغلب مهارات. فهل في مهاره تانية ممكن نشتغل عليها؟ ديجيتال ماركتنج. انك من الاخر كده تساعد ان يكون في بيزنس معين يبيع اكتر. عايز اقول لك الحاجه، واحده من اكتر الحاجات اللي ممكن فعلا تعمل فلوس لو انت شاطر فيها، انك تشوف ثواني كده عشان بصور، انك تشوف يكون في حد اونلاين معاه شركه معينه، او معاه مثلا حاجه معينه، او معاه اي حاجه من الحاجات دي، حتى لو هو ستارت اب، وانت تزوده في الفلوس وتاخد نسبه. الموضوع ده اكتر مجالات فيها فلوس، اكتر مجالات فيها فلوس. يعني مثلا ممكن تبقى انت مثلا شاطر في السيلز. حلو الكلام. انت مركز متخصص في السيلز، وقعدت تشتغل في السيلز، وقعدت تبيع مهارات او تبيع اي حاجه من الحاجات دي، انت شغال في السيلز. تمام. فانت ممكن تتكلم مثلا بيج معينه، ممكن تساعدهم في ان هم ازاي يزودوا المبيعات بتاعتهم، ازاي يحسنوا الاوفر بتاعهم، ازاي يعرفوا يماركتوا اكتر، اي حاجه من الحاجات على حسب طبعا التخصص بتاعك يعني. فانت المهاره دي هتزود من فلوسهم، وانت لو خدت جزء سلايس من الكيكه ولا حاجه قصاد البيزنس اونر، قصاد انك انت زودتني. هي دي المهارات الهاي انكم سكيلز. هي دي المهارات اللي هي بتزود من فلوس حد معين وانت بتاخد جزئيه معينه. الميديا باينج مثلا، انت بتشوف ناس بتيجي تقول لك احنا حققنا اخر الشهر مليون جنيه، ولا حققنا نص مليون جنيه، ولا حققنا اي رقم من الحاجات دي، ويصور لك صوره شوبيفاي على اساس ان هي حاجه زي كده. لو هو براند اونر، انا بس مش بحاول اقول لك حاجه زي كده عشان تتحجج. في ناس بتعمل فلوس دي على فكره بروفيت. في ناس بتعمل فلوس دي بروفيت يعني صافي ربح. اوكي. صعبه فشخ، بس هنقول مثلا في ناس فعلا بتعمل فلوس دي يعني. تمام. فاغلب الناس اللي بتنزل صور زي كده شاطر، بس ما تتوهمش باي حد تروح تشتري منه اي حاجه. اغلب الصور دي بتبقى مخصوم منها فلوس كتير. لو براند اونر بيبقى مخصوم منه حاجات ليها علاقه بالتصنيع القماش ذات نفسه. تمام. رقم واحد من البيع. في جزء بيروح للتلف، في جزء بيروح للمرتجعات، في جزء بيروح للشحن، في جزء بيروح اكبر في الادسنس. فلو هو بيعمل مثلا 100000، ممكن تصفصف معاه مثلا على افريج، ما اعرفش على حسب برضه اشتراطه، بس ممكن تصفصف مثلا حوالي 30000. انا برضه على حسب طبعا البيزنس اونر ذات نفسه، حسب برضه البراند يعني. تمام. فما تتوهمش بحته 100000. اوكي. فلو في ميديا باير ساعد البراند ده ان هو يكبر من 100000 يوصل مثلا لحد 200000 يا سيدي، واخد جزء من ال 100000 دي الزياده اللي هو زودها، او حتى اخد جزء من ال 200000 ولا حاجه. يعني مثلا نفس البراند ده لو وصله مثلا لحد 200000 جنيه، تمام، اخد هو 10%، معناها ان هو اخد 20000 جنيه كده. مش كده قوي بصراحه، بيبقى شغال معاه طول الشهر يعني. تمام. فهو العمليه ان هو زود للراجل واخد نسبه. دي اكتر مجال فيه فلوس، اكتر مجال فيها فلوس. فانت فكر، لازم وانت في المجال تفكر ايه الحاجه اللي انا هقدمها هتساعد البيزنس اونر ده ان هو يزيد في المبيعات بتاعته. فهاخد انا جزء. عارف انت لما تكون مثلا شغال سمسار في العقارات، اهو نفس القصه. سمسار في التأجير، سمسار في البيع، اي حاجه من الحاجات دي، هي نفس الفكره، هي نفس المنطق ذات نفسه. زودت حد، خدت بس جزء ولا اي حاجه. فانت لازم تفكر كويس قوي ما بينك وما بين نفسك ايه المهاره اللي انت ممكن تشتغل عليها. هديك مثال بسيط. انا مثلا جيت قلت لك حاجات ليها علاقه بالماركتينج، انك مثلا تتعلم ديجيتال ماركتينج. طب ما ده هيزود من مبيعات وهتاخد جزء. فاهم؟
حاجه ليها علاقه ببزنس ديفلوبمنت، بس دي انا اصلا شغال فيها بزنس ديفلوبمنت، تمام. بس دي ادفانسد شويه، اوكي، وشغال فيها في السيرفيس، متخصص اكتر في السيرفيس، مش اي حد انا بعرف اشتغل معاه في بزنس ديفلوبمنت، خلي بالك يعني، تمام. ده حاجه. الحاجه التانيه ممكن تشتغل في حاجه ليها، انا قلت لك ايه تاني؟ السيلز مثلا. ممكن تشتغل في الاب ديفلوبمنت، انت مثلا لما تيجي تعمل اب معين او ممكن تشتغل مثلا في الويب ديفلوبمنت او الويب ديزاين، انت مثلا تبقى شاطر في حاجه اسمها SEO، فانت تساعد مثلا جوجل ذات نفسه ان هو يرشح الموقع ده اكتر بعد ما انت ما تعمله للناس، فده هيزود مبيعات البراند. ممكن تبقى انت شاطر في الميديا باينج، فانت زودت مبيعات حد. فهي الفكره كلها، لو انت عايز تتعلم حاجه فيها مهارات قويه، انت لازم تارجت ناس كبيره محتاجاك، اوكي. فهي دي رقم واحد، تمام. طيب يا مهاب، انا دلوقتي بتعلم هاي انكم سكيل، مين الناس اللي المفروض اتارجتهم؟ دي على حسبك انت هتارجت مين؟ مهاب، انا هتارجت خلايجه عشان اخد فلوس اكتر. ايه؟ هتارجت خلايجه عشان اعمل فلوس اكتر، او هتارجت ناس من امريكا، من اوروبا. الناس دي هتعمل فلوس، بس هل انت هتعرف تروج لهم ولا لا؟ فهمت؟ هل انت هتعرف تروج لهم ولا لا؟ لان عايز اقول لك على حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم، انت لو انت مش عارف تبيع لحد مصري زيه زيك، فانت ازاي هتبيع لحد في دوله تانية؟ ازاي؟ الموضوع هيبقى صعب، الموضوع هيبقى صعب. مهارات السيلز واحده، خلي بالك، مهارات السيلز واحده، انك تبيع لحد من الصين هو لو انت هتبيع لحد في مصر. بس الفكره في ان انت في شويه حاجات كده بتبقى في التعامل ذات نفسه، بتبقى مثلا حاجات معينه انتوا الاثنين مثلا مريتوا بيها، بتبقى حاجات يعني في 70% سكيلز انت اتعلمتها، وفي في 30% هتبقى حاجات معتمده على شخصيتك انت. يعني انت ممكن تبقى انت دمك خفيف فانت قفلت البيعه مثلا، ممكن تبقى في حاجات مشتركه ما بينكم انتوا الاثنين، قصه مثلا مشتركه، فانت عرفت تقفل البيع. ممكن تبقى حاجات مواقف حصلت مثلا في البيزنس، ممكن تبقى اي حاجه، ممكن تبقى اي حاجه هتقفلك البيعه. فهمتني؟ فدي 30%. 70% ممكن تبقى انت على فكره شخص قفيل ورخم، مش عارف تقفل البيع، هتخسر العميل، فاهم؟ ممكن تبقى انت جباب، او لا اتحولت كده ليه؟ ممكن تبقى انت يعني اي حاجه. معرفش ليه اللابتوب فصل، انا كنت عارض هنا حاجه جامده فشخ وراه. يا ليل، كنت عارض والله يا جدعان. انتوا عايزين تغيروا الاعلان مني؟ ايوه كده. ممكن تبقى انت اي حاجه يعني، تمام. ناقص بقى افتح الكاميرا دلوقتي الاقي الكاميرا ما بتصورش يعني، فتبقى الدنيا ايه، باظت خالص. مش تفرق يعني، حتى لو ما بتصورش يعني مش مشكله. فانا بصور بالكاميرا الخلفيه، مش ببص على نفسي، ابص لك انت. فهي الفكره في كده، فانت لازم تتعلم مهاره هاي انكم سكيل، المهاره دي هتبيع، تمام. طيب يا مهاب، انا اصلا مش معايا لابتوب، دي مشكله كبيره جدا، خلي بالك. اول استثمار انت ممكن تعمله في فلوس معاك هو انك تشتري لابتوب. لو انت هتشتغل اونلاين، حتى مش هتشتغل اونلاين، لو انت هتجيبه حتى للمذاكره لازم تشتري اللابتوب، التليفون مش هينفع. التليفون مش هينفع، التليفون ممكن ينفعك في الاول، بس بعد كده لا خالص خالص خالص. المهارات هاي انكم سكيل اللي انا كلمتك عنها دي لازم لها لابتوب، لازم لها لابتوب، تمام. طيب انا مهاب دلوقتي مش معايا لابتوب، او اللابتوب بتاعي ضعيف وعايز اقويه، المفروض اعمل ايه؟ هنا انا برجع لك لحل. او انا مثلا المهاب محتار ما بين المهارات دي كلها مثلا، او مش عارف اختار انهي مهاره. وانت عارف يا مهاب ان انت لو حيرتني ما بين حاجات كتير وخيرتني، دماغي هتعمل فهتطير، فمش هعمل ولا حاجه من اللي انت اتكلمت عنهم دول اصلا في الفيديو، وهقفل الفيديو، فاهم حاجه؟ فلا، انا مش عايزك توصل للمرحله دي، انا عايزك تبقى انت فاهم انت بتعمل ايه، تمام. فاللي انا برشحه لك، اللي انا برشحه لك، ابدا اختار مهاره معينه في المجالات دي كلها، بدل ما تستنى 6 شهور او تستنى السنه او تستنى في اي حاجه من الحاجات دي. آه، ابدا اختار مهاره معينه، واعتبر ان المهاره دي بقت معاك، ووريني هتعرف تجيب لها شغل ازاي. يعني هو بالكلام ده، يعني هات فريلانسر مع المهاره دي، ايا كانت المهاره. ممكن تبقى مهاره ان هو مثلا بيعرف يعمل لاندنج بيج، او يعرف يعمل مثلا ويب سايتس معينه، فانت تروج للراجل ده بتاع الصيدليه اللي تحت، ممكن تروج لاي حد، ممكن تبعت له على الفيسبوك، تبعت له على الانستجرام، مش عارف ايه، احنا مثلا بنعمل مواقع مش عارف ايه بتاع، ايه رايك نصمم لك موقع هتبيع فيه كذا 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 كذا. هو هيعمل موقع مثلا ب 4000 جنيه، طبعا مع المفاصله يعني، تمام. 4000 جنيه، انت ممكن تروج ب 6000 جنيه، هتاخد 2000 جنيه. فهمتني؟ هي نفس القصه، انك تبقى وسيط. لو انا مش مالك للحاجه دلوقتي وعايز اعمل فلوس، هبقى وسيط ما بين الناس دي كلها، تمام. انا قعدت شغال وسيط لفتره كبيره، وفي ناس ما بترشحش حاجه زي كده، في ناس بترشح لو انت يفضل انك انت يكون معاك المهاره. هي ليها حسبه، ليها حسبه ان انت ممكن تبقى انت مستعجل
او انت مثلا ايه، لا ده انا لسه هتعلم مهاره، لا اصل انا مكسل. لو ده السبب فما تكملش اصلا، تمام. الفكره كلها في انك تشتغل اونلاين هو انك بتعرض نفسك للعمل اكتر، انك تشتغل يعني وسيط، انك بتعرض نفسك للعمل اكتر، وبالتست بتشوف هل ده المجال اللي انت حابب تشتغل فيه ولا لا. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت كده كده لازم تكون فاهم في المجال ده عشان خاطر تعرف تبيع. لو انا مثلا مش بفهم في الكيبوردات، اوكي، فانا مش هعرف ابيع كيبوردز، فاهمني. لو مش بفهم في في الشاشات فمش هعرف ابيع شاشات، طبيعي. حتى لو بعرف ابيع لازم يكون في جزء تكنيكال انا فاهمه، فاهم. فهي نفس الفكره، فانت لازم تكون تكنيكال، عارف شويه حاجات تبدا تروج لها. جبت الفريلانسر واتفقت معاه على نسبه وكل حاجه، بلا بلا بلا، هات العميل، وصل ده وده، بوم بوم بوم، خدت فلوسك. وعايز اقول لك على حاجه، المهارات دي او اي حاجه من الحاجات دي، كل ما العميل بيبقى متصل بالشخص ده، انت ليك الحقيه انك تاخد نسبه على كل بيعه هو بيعملها. بس ساعتها النسبه مش بتبقى كبيره زي الاول، يعني ممكن تبقى افريج مثلا 10% من كل بيعه هم بيعملوها. يعني لو مثلا هيعمل حاجه مثلا كل شهر، او ممكن 10 20 على حسب طبعا انت اتفاق انت فريلانسر يعني، تمام. ليه بقى 10 20% بس؟ لان انت مش بتعمل حاجه، هو اللي بيعمل كل حاجه، هو اللي بيعمل كل حاجه، فهمتني. فهي الفكره في كده، فانت بتبقى متفق معاه مثلا على نسبه وبتاع، فدي فكره. او لو انت اللي باين الظاهر للعميل انك انت صاحب الشغل ده، بس انت صاحب الشغل اللي هو اصلا فريلانسر، اوكي، فانت ممكن تفضل متعامل بنفس الزياده. يعني لو انت مثلا حاجه مثلا ب 500 مثلا او 400 بعتها ب 700، فانت هتفضل انت بتبيعها ب 700 ب 700، فهتفضل 300 300 300 300 300 تزيد يعني، فاهمني. فهي الفكره في كده. فده رقم واحد، تمام. ده لو انت لسه في الاول، فانت اختار اي مهاره معينه وابدا روج لها، تمام. ممكن تبقى المهاره دي على فكره حاجات لها علاقه بالميديا باينج، اه، روج للمهاره دي، اوكي. وفي نفس الوقت وانت بتروج لها، الشخص ده اخذ مثلا 10000 جنيه، خد منهم 2000 جنيه، اتفق معاه على نسبه من الفلوس اللي هو ياخدها. ممكن تبقى 2000 ونص، ممكن تبقى 3000، بيبقى لها ليميت برضه يعني، لان هو ممكن يفضلوا شغالين مع بعض فخلاص يفضلوا هم شغالين مع بعض يعني، فاهم. ممكن تتفق معاه مثلا اول مره تبقى 20%، وبعد كده مثلا 10% 10% 10%، او يحول لك 30% وخلاص ما يحولكش اي فلوس ثانيه يعني، تمام، على حسب طبعا انت اتفاقك ما بينك وما بينه يعني. فهي الفكره في كده. فانت دي مهاره كويسه، انك اخدت مثلا ميديا باير بنفس القصه، حاجه ليها علاقه مثلا بانك ازاي تصمم مواقع، هات حد معاه مواقع وروج له، فاهمني. روجت له، خدت نسبه بوم بوم بوم، الدنيا كلها اتقفلت. ده 80% من الناس شغاله اونلاين بتشتغل كده، 80% ولا قد كلام، الناس بتشتغل اونلاين بتشتغل كده، تمام. طب انت يا مهاب بتعمل ايه؟ انت يا مهاب انا عارفك انك تعمل الفيديو ده عشان خاطر تبيع لك كورس. كورس، اه، اللي هو ده، صح؟ ها، الديلرز، صح؟ بصوا يا رجاله، عايز اقول لكم على حاجه. أم، الديلرز مش شغلانتي الاساسيه، اه، ده اللي في ناس كتير قوي ممكن تتفاجئ منه. يعني انت مهم ان المفروض ان انت بتبيع كورسات، فانت المفروض تحاول تبوش بوش بوش بوش. لو انا ببيع فعلا ديلرز بس لمصلحه الديلرز ومصلحه الفلوس، انا ما كنتش لغيت التجديد. انا حاليا عامل الحاجه بيد وانس، تمام. حتى لما انا هرجع التجديد مش هخلي التجديد اللي هو كل شهر وحاجات زي كده، لان انا بجد دماغي مش فايقه، تمام. حتى لو هيبقى في تجديد كل شهر يبقى تجديد بسيط. المهم يعني القصه كلها ان انا ده مش شغلي، ده مش شغلي. انا شغلي اكتر ان انا متعلم حاجات لها علاقه ببزنس سكيلز ذات نفسها، ان انا بسبب ان انا اخدت تجارب كتيره، بس الموضوع ده ادفانسد، الموضوع ده صعب، تمام. اخد مني انا وقت، لان انا قعدت اجرب وافشل، وفي نفس الوقت ساعدت فوق ال 100 واحد تقريبا في الديلرز. فخلاص، فانا يعني استويت معلومات، اوكي، ولسه بتعلم ولسه بتعلم لغايه دلوقتي، لان السوق ما بيرحمش اي حد، وده انا عايز اقول لك عليه. السوق ما بيرحمش، لازم انت تفضل تتعلم اول باول. اللحظه اللي انت هتموت فيها عن التعليم، السوق هيعتبرك مت. فانت ايا كانت المهاره دي لازم تبدا تتعلم اول باول. تعليمك هيكون متفق ما بين حاجتين، مش تالت، يا تكنيكال في المهاره ذات نفسها، اوكي، عشان تبقى انت فاهم في الحاجه اللي انت بتبيعها، يا اما بزنس سكيلز. ايه البيزنس سكيلز دي؟ انك ازاي تعمل، لو انت بتروج وزيك زي اي حد، طب ما هو معلش يعني، طب ما هو في 100 واحد، في 100 واحد بعت له، اشمعنى انت؟ فاهم. فانت لازم تتعلم مهارات ليها علاقه بالبيزنس سكيلز، اللي هي اوفرنج، انك ازاي تعمل اوفر قوي ما يترفضش. وهوريكم، انا كنت عايز اوريكم دلوقتي صح، بس ممكن ابقى اوريكم فلوس، هوريكم جزء من انواع الفلوس ذات نفسها الناس اللي عندي بتعملها. مش عارف اوريكم ولا لا والله، بس استنى كده عشان لو في حاجه بس عيب بانت فانا على اساس مش هتبان هنا يعني. استنى كده، اوكي، ماشي، ماشي يعني، دي جزء من الفلوس اللي انا ممكن اوريها لكم.
اوريكم دي بس ولا بلاش؟ مش عارف. هل في حاجه فوق؟ استنى كده. لا تقريبا ما فيش حاجه فوق. ايه ده؟ يعني تقريبا ممكن اخشكم على الديلرز. ويت كده، ويت. هوريكم الارباح اللي انا بنزلها للناس اللي مشتركه معايا، ما شاء الله الله اكبر عليها. تمام. المعلم ده قفل 3 مبيعات، ماشي، دي خلاص، دي حاجه مش بالديلرز قوي، دي حاجه ليها علاقه بالمنتور شيب بتاعتي. تمام. فسيبكم منها. دي بيعه ب 3600 بجد. تمام. هقول لك ليه الناس بتعمل الارقام دي. دي ب 3000 ونص، دي ب 5600، دي ب 9000، بلا بلا بلا، ايا كان بقى. مش عارف، في ارباح تانية ممكن تبقى موجوده $500. ده عرف يجيب اول عميل، بلا بلا بلا، اي حاجه، ايا كان بقى الايه الحاجه اللي هم ده 8000 جنيه. فايا كانت بعد كده الحاجه اللي هم خلاص، الحاجه اللي هم بقوا دايسين فيها. تمام. ليه الناس بقى بتعمل الفلوس دي؟ ليه الناس بتبدا تعمل الفلوس دي؟ هم عملوا نفس الطريقه اللي انا حكيت لك عنها. خلي بالك، اختاروا هاي انكم سكيل. تمام. وروجوا لها. حلو الكلام. فهي الفكره في كده. فالارقام دي مش هتتعمل بانك بتروج حاجه بتكسب فيها 100 جنيه في البيعه ولا اي حاجه من الحاجات دي. لو انت بتتكلم على فلوس كتيره، مش حاجه انت هتكسب فيها 100 جنيه ولا 200 جنيه في البيعه. 200 جنيه ايه اللي هتخليك معاك فلوس كتيره كل شهر؟ فاهم؟ يعني انت شاطر مثلا تكسب في البيعه الواحده 300 جنيه مثلا. انا بديك مثال، ما اعرفش برضو، بس اديك مثلا مثال يعني 200 جنيه مثلا. فانت شاطر تعمل بس 5000 جنيه. فانت محتاج حوالي 25 بيعه في الشهر. 25 كلاينت يشتغل معاك. او مثلا ممكن يبقى مثلا 5 كلاينتس. 5 دول بيشتغلوا مثلا، كل واحد فيهم بيشتغل 5 شغلانات في الشهر مثلا. تترجمها على 25 على ال 200 فبقى 5000 حاجه زي كده يعني. تمام. اوكي، جود. ممكن تدوس على حاجه زي كده. انا لما جيت حسبتها دلوقتي لقيتها لا فعلا جود يعني. انت ممكن تعمل حاجه زي كده. تمام. 5 عملاء بالظبط انت ممكن تحقق اول 5000 جنيه ليك لو انت بتروج لحاجه فرق 200 جنيه بس، وده اصلا صعب يعني. تمام. لو انت بتروج لحاجه مثلا فرق 300، فانت 50 300 على البيعه الواحده. تمام. 5 50 300 7000 ونص. حلو الكلام. بس جبت 5 عملاء. 5 عملاء 5 فريكين كلاينتس. جبت 7000 ونص. اللي هي مين؟ اللي هي في مهندسين بيقبضوا 7000 ونص. 7000 جنيه. 7000 جنيه. لو انت عرفت توصل لحد رقم مثلا حوالي 10000 جنيه، انت كده وعازب لوحدك وانت طالب، ده رقم جامد فشخ. في ناس ما بتعرفش تعمله، هم اصلا خريجين يعني. فاهم حاجه؟ طب احنا بنتكلم يعني ايه 10000 جنيه؟ يعني ايه 10000 جنيه؟ يعني احنا بنتكلم مثلا، هنقول مثلا ايه افريج مثلا تكسب في البيعه الواحده. لو قلنا مثلا بيكسب في البيعه الواحده، هديك ارقام كبيره وهديك ارقام واقعيه. تمام. لو في بيعه مثلا بتكسب فيها 500 جنيه، فاهم؟ فهي 20 بيعه. 20 بيعه تعمل 10000 جنيه. بوم. لا اصلا الناس مكبراها. عامه اوسخ فلوس انت ممكن تعملها هي اول 10000 جنيه دي. بعد كده تلاقي الموضوع سهل. عايز اقول لك الموضوع من 10000 لحد 20000 جنيه اسهل بكتير فشخ من اول 10000. الموضوع ده حتى كان بالنسبه لي انا شخصيا يعني. فاهم حاجه؟ وعمري في حياتي ما طلعت وردة ارباح لحد. عمرها في حياتي ما حصلت يعني. فاهم حاجه؟ مش انا يعني. تمام. انا طالع اديك دروس حياه واقعيه حقيقيه. فاهم؟ فهي الفكره في كده. فلازم يكون معاك بيزنس سكيلز كويس عشان خاطر تعرف تجيب الارباح دي. ليه بقى؟ انت بتروج مهاره هاي انكم سكيل لناس. الناس دي بتعمل فلوس، فالناس دي مش عبيطه. فانت لازم تعرف تروج لهم صح. فلازم تتعلم هاي انكم سكيل. لازم تتعلم بزنس سكيلز. طب يا مهاب، هل البيزنس سكيلز دي يعني حاجه صعبه جدا؟ يعني بس اي حد ممكن يعرف يتعلمها. هي بس الفكره كلها في ان احنا بنلعب على سلوك البشر بس. اول ما تعرف سلوك البشر بس نفسه بيمشي ازاي، تعرف الناس بتشتري الحاجه دي ليه. نفس العجله انا بقول لك ان انت هتجرها، هتكرر نفس العمليه مره واثنين وعشرين. عايز اقول لك الحاجه دي، حاجه ما ينفعش اقولها، بس اغلب المبيعات بتاعتي انا، سواء في الكورسز او حتى في المنتورشيب بتاعتي، هي نفس البروسيس بكررها. بس مهارات السيلز واحده. تمام. فهي الفكره في كده. فلازم يكون معاك بزنس سكيلز كويسه. عايز تتعلمها من عندنا، انا ما عنديش ادنى مشكله. تمام. يعني بص، البيزنس سكيلز دي ده 0 to 1. ده اللي بيعلمك يعني تعمل كل خطوه بخطوه في الدروب سيرفيسنج لغايه ما توصل لايه، يعني هو انا ببص هنا المفروض ان انا ببص هنا. تمام. لحد ما توصل لحد ايه 0 to 1، اللي هو بشرح فيها حاجات لها علاقه بالدروب سيرفيسنج، اللي هو انت ازاي تبقى وسيط من اول الصفر، من اول كل حاجه حرفيا. تمام. من اول حتى النيش، المجال اللي انت هتختاره، المهاره، البلاننج، انك الماركتينج، انك ازاي تخلي العميل يختارك انت ما يختارش ناس تانية، وهكذا وهكذا. تمام. فدي 0 to 1. ده بس حاجه بس دي ايه، حاجات لسه في الاول. تمام. وهتختصر عليك وقت كتير. تمام. ده الديلرز.
الديلرز دي هي البيزنس سكيلز الاساسيه اللي هي الكل في الكل، اللي انا بشرح فيها انك اول ازاي تعمل اوفر قوي جدا لحد السيلز، الكلوزنج، انك ازاي تخش البيع تعمل ايه في الميتنج، تمام. الكلوزنج اللي هي البروسيس اللي بره التكنيكال خالص، او بره حتى المجال الدروب سيرفيسنج بشكل عام يعني، فاهم. الكلوزنج، الفاليو ديليفرد، انك تخيل ازاي نفس العميل يشتري منك مره واثنين وثلاثه. الحاجات دي الناس اللي عملت معايا ارباح اغلبها كانوا من فعلا من الديلرز اغلبهم، تمام. فهي الفكره في كده. وعايز اقول لك على حاجه، اي فلوس تصرف سيبك بقى من المنتور شيب دي. المنتور شيب دي يعني لو في حد كمل الفيديو ده لغايه دلوقتي وهو لسه في البدايه، فالمنتور شيب دي ما توقعش ان هي لاي حد ليك خالص خالص. فلازم يكون انت معاك بزنس سكيلز وبتعرف تبيع وبتبيع بمهاره كويسه، اوكي. لازم يكون معاك سوري تكنيكال سكيلز وانت مش عارف تجيب لها الشغل، فانا بساعدك 1 اون 1. ولازم تكون التكنيكال سكيلز دي مهاره هاي انكم سكيل عشان اخش اساعدك فيها، مش هروج لحد بيعمل فلوس، فاهم حاجه. لازم يكون في حد عالي عشان اقدر اعرف ازوده اكتر، فهمتني. فهي الفكره في كده. عايز تتعلم المجال ده جود، ما عنديش ادنى مشكله. عايز تتعلم من حد تاني، ما عنديش اي مشكله. بس يهمني انك وانت بتتعلم من حد تاني يعلمك حاجات ليها علاقه بالسيلز. يعني بص في المجالات دي اصرف فيها فلوس براحتك، بس اي حاجه ليها علاقه بالسيلز كتاب اقراه عادي. الاوفرنج، الماركتنج، الفاليو ديليفرد، الحاجات دي كلها الاربع حاجات اللي انا كلمتك عنهم دول اصرف فيهم براحتك. اسمع اللي انا بقول لك عليه، اصرف فيهم براحتك. لو لقيت فيهم كورس اصرف فيه، هيبقى مفيد جدا 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 ليك، لان البيزنس سكيلز هي المهارات اللي انت لما تصرف فيها بترجع لك اضعاف. انا شرحت كل حاجه في الفيديو ده ان شاء الله. عايز تجوين في الديلرز، مش عايز تجوين براحتك. انا عايز اقول لك على حاجه، انا كده كده هقفل الديلرز قريب. مش هقفل ان انا هقفلها خالص، لا هقفل ان انا هوقف ترويج عنها، لان فعلا مش عايز عدد كبير. انا مش عايز وجع دماغ، تمام. انا عايز الناس اللي معايا اعرف اديهم فاليو قويه جدا جدا جدا. خصوصا انا قلت لك ان ده مش شغلي، ده يعني حاجه جانبيه، بونص، جاست شويه بونص بس كل شهر بالنسبه لي انا، ولا اي حاجه، تمام. شكرا شفت الفيديو لغايه دلوقتي. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير الحاجات اللي انت بتعملها دي. بس اوكي.